الكريدت كارد عامل زي بحر ملوش اخر، بيدخلك في دوامه الفوائد لانه بيخليك تنسى نفسك في المصاريف، وتيجي بعدها تتصدم لانك عديت الليميت اللي انت ممكن تسدده. ده غير انك مره ممكن تنسى تدفع القسط الشهري بتاعها، وده هيدخلك في دوامه ملهاش اخر. طيب ازاي تتعامل مع الكريدت كارد صح؟ اول نصيحه، سدد اللي عليك اول باول خلال الفتره اللي ما بينزلش فيها فوائد، واعرف ميعاد بدايه السايكل ونهايتها من البنك قبل اي حاجه. ومفيش حاجه اسمها 55 يوم في الكريدت كارد، الفكره ان فتره السماح عاده بتكون من 20 ل 30 يوم، وبعدها الفوائد بتطبق على المبالغ المستحقه. تاني نصيحه، ما تسحبش الكاش من الكريدت كارد، اسمه كارت مشتريات. لو عملت كده البنك هيفرض عليك فوائد يوميه، وفي بنوك مش بتفرض بس على اللي سحبته كاش، ده كمان على المديونيه كلها. تالت نصيحه، ما تعملش كروت كتير، كارت واحد كفايه علشان دي ديون عليك مش فلوسك. رابع نصيحه، افهم كل الرسوم المرتبطه بالكارت، زي رسوم التاخير او الرسوم السنويه اللي انت هتدفعها هتكون قد ايه بالظبط. والنصيحه الخامسه، استفيد من نقط المشتريات، ودي بوينتس بتنزل لك على الكارت كل ما تعمل عمليه شراء، وهنا تقدر تستفيد منها وتوفر لك فلوس زياده. اخر نقطه بقى، سدد كل الفلوس اللي استعملتها من الكارت اخر الشهر، يعني ما تسيبش جنيه واحد عليك علشان ما تدفعش فوائد زياده. طيب لو انت بقى مدمن شراء واتاخرت على سداد الكريدت وبدا ينزل عليك غرامات وفوائد، كده يبقى افضل حل ليك تعمل جمعيه وتسدد كل اللي عليك مره واحده، وهيبقى عليك قسط الجمعيه محدد ومن غير فوائد. وماني فيلوز هنا بتقدم لك جمعيات بتبدا من 3000 جنيه لحد 120000 جنيه في الجمعيه الواحده، وفي منها على 6 شهور او 10 شهور او 12 شهر. يلا بسرعه نزل الابلكيشن وما تتاخرش عن سداد الكريدت كارد. وقول لي بقى في الكومنتس، عندك كام كريدت كارد؟